اهلا بيكم في قناتكم بتوقيت القاهرة. يلا جول. النسر الاهلاوي يحلق من جديد في سماء الكرة المصرية. النادي الاهلي يفوز على غريمه 3-0 اداء ونتيجة، لكن التايم التاني كان الاروع. البدايات كان الاهلي بيلعب بنقص، طبعا في مصابين كتير. نادي الزمالك نفس الكلام، كان عنده برضك مستبعدين امثال باك رايت منتخب مصر فتوح وعبد الله جمعه. لكن النادي الاهلي كان ابرز الغيابات اكرم توفيق. من كل الجماهير الاهلاويه اللي تتمنى له كل الشفاء وكل المصابين للاعبين المحليين المصريين اللي بيمثلوا انديتهم ومنتخب بلدنا. لكن الاهلي امبارح زاد عن مرمى محمد الشناوي، فكوره ولا اروع تصدى ليها، تكاد تروح تحت تسكن ثلاث خشبات في الثمانيات، يعمل تراي عليها بايديه اليمين ويروح ويطلعها من دونجا. احلى كوره لنادي الزمالك في التايم الاولاني، وكان افضل كوره للنادي الاهلي اللي هي اتلعبت بالخلخله والتحرك من كهربا واحمد عبد القادر، اللي راحت خبط في القايم لمحمد عواد، لكن بالحظ والصدف ما دخلتش. ده التايم الاولاني. لكن احنا كسبنا امبارح لعيب خالد عبد الفتاح اللي هو القادم من سموحه. هو اصلا باك رايت لكن لعيب سوبر ولعيب مودرن، ولعب امبارح قلب دفاع مساك. طبعا مارسيل كولر تفوق على فيريرا البرتغالي، يبقى السويسري كولر يتفوق على البرتغالي امام النادي الاهلي والزمالك. مارسيل كولر طبعا ولا اروع ان هو يثق في قدرات لعيب زي خالد عبد الفتاح. اول مشاركه قدام نادي الزمالك، وده ماتش للناس اللي بتلعب كوره عارفه ان ده ماتش تقيل جدا وماتش صعب، لكن كان في توفيق للنادي الاهلي. والنادي الاهلي طلع كلين شيت. محمد الشناوي بصراحه انت في حته تانية، واللي يقول انت افضل حارس في افريقيا، وزي ما الاتحاد الافريقي الكاف اداك افضل لعيب دخل القاره الافريقيه الموسم اللي فات 2022. كمل، انت ما شاء الله عليك. انت مش السد العالي، انت الاخطبوط، انت حارس عندك مواصفات، لكن ساعات الواحد بيمر بحالات اقل لظروف نفسيه او كان. نقول النادي الاهلي امبارح يعود من جديد ويغرد محمود عبد المنعم كهربا، اللي برضك للمباراة التانية بعد مشاركته من الإيقاف يسجل بالتحركات. كرة ولا أروع في التايم التاني من حمدي فتحي، ملعوبة من ناحية الرايت. محمد هاني اللي كان متألق ياخد الكرة على صدره وان تاتش تعلى يحطها بالهيد الكهربا، لعبة هوائية كهربا يحطها بالجول في شباك محمد عواد والنادي الزمالك. ده الجون الاولاني بعد مجهود وبعد تحركات. طبعا كهربا ما بيلعبش راس حربة رقم 9، ده كان بيلعب راس حربة وهمي، كل الناس عارفة. على مين بقى؟ على اتنين راس حربة، محمد شريف وطبعا شادي حسين الفرود الجديد للنادي الاهلي. لكن بعد مجهوده وطبعا المعدل البدني قل، ينزل محمد شريف المخيف ويعود تاني للنادي الاهلي وكأنه بيمسح التراب من عليه، ويسجل هدف 51 وال50 ليه مع النادي الاهلي، التاني والتالت. ولا اروع من التحركات، واحده باليمين. ده اللي بنقوله للفيرود، هو لما كان مش في حالته ومش فورمه ما كانش بيخلص من وان تاتش. والهدف التاني ليه وللتالت النادي الاهلي برجليه الشمال برضك من وان تاتش تسكن الشباك لمحمد عواد. الاهلي امبارح تفوق 3-0، لكن من اهم اللعيبه اللي احنا بنقول عليها الصراحه محمد هاني مع الو ديانج وحمدي فتحي. لكن طبعا امبارح كلل مجهوده بنجاح الدبابه الماليه النجم المحترف في صفوف النادي الاهلي الو ديانج بلقب افضل راجل في المباراه، ويستحق. مع ان اللي جاب الجون الاولاني كهربا واللي جاب التاني والتالت محمد شريف المخيف، لكن الو ديانج يستحق مع اللعيبه اللي ادت امبارح اداء جامد. في اول ظهور ليها خالد عبد الفتاح، خلينا فاكرين ربنا يكفيه شر الاصابات. محمد هاني ما شاء الله كان في فورمه جيده جدا جدا جدا، من تحركات وتغطيه عكسيه حتى في التقدم والتصويب على مرمى نادي الزمالك ومحمد عواد. بنو هارد لك لنادي الزمالك النادي المنافس، لكن الاهلي يحلق لانه فاضل له يومين هيلعب ماتش مع نادي البنك الاهلي، ويسافر يروح الاراضي المغربيه عشان يشارك للمره تقريبا الثمانيه او المره الثامنه في كاس عالم الانديه في اغادير المدينه المغربيه. اول مبارياته هتكون مع اوكلاند سيتي